السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي مطبخ وصفات مغربية ومصرية. فيديو جديد. رمضان كريم، بالصحة والسلامة والتيسير والرزق ان شاء الله. اليوم غنحضروا مع بعض واحد المعسلة كتجاوز سهلة شهوة منها سهلة مالا ما فيهاش خدمة بزاف. باقات الفيلو بالفول السوداني كتجي هكا تحمق معلكة ومعسلة هكا. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي نص كيلو ديال الفول السوداني. الناس اللي عندها مكسرات من غير الفول السوداني ممكن القرقاع، اللوز، اي حاجه عندك انتي كتحبي انك ديريها في هاد المعسله من الداخل ماشي مشكل. هنا عندي الفول السوداني كيف ما قلت لكم، دهنته بشويه الزيت ودخلته للفران تتحمر مزيان. غادي نطحنوه حتى يولي بودره، او الا ممكن انك تطحنيه كتر حتى يتنيل او تنزل الزيت ديالو غيكون احسن. فاحنا غادي نضربوه مزيان حتى يتطحن. غنزيد عليه واحد غيولي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غنزيد عليه 4 المعالق ديال السكر بودره على حسب الذوق، كل واحد شنو بغيتي حلو بزاف بغيتي ناقص ممكن تزيدي ممكن تنقصي. عندي معلقه صغيره ديال القرفه، وكيف ما قلنا اللي كيبغي القرفه مرحبا، ما كيبغيهاش ما ديروهاش. ممكن تنسمي باللي بغيتي، ممكن تنسمي بالزهر بالفاني باللي كتبغيو كل واحد والذوق ديالو. فغنطحن مزيان هاد المكونات مع بعضها. كيف ما قلت لكم 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، ممكن تزيدي ممكن تنقصي، ومعلقه صغيره القرفه. كيف ما كتشوفوا كيولي على هاد الشكل هذا. غناخذ هاد المكونات كلها غنحطها في واحد الصينيه كبيره، ممكن بول ممكن اي حاجه فاش غتخدمي اللي ريحك. غادي نحط 4 المعالق ديال الزبده، ولا احتاجيت غنزيد على حسب. المهم هاد الشيء خاصو يتعجن مزيان. غنزيد واحد 3 المعالق ديال الماء ديال الزهر. انا نستمت بالزهر، شوفي انتي باش كتبغي تنسمي الاحسن بالنسبه لك. فغنعجن هاد المكونات مزيان حتى تعلق وتولي عندي عجينه طريه، نقدر انني نشكلها كويرات ولا حرابل على حسب ما انا بغيت. فغندخل هاد المكونات في بعضها مزيان. الا احتاجت شي حاجه غادي نزيد يا الزهر يا الزبده. غنكورها ما نجربها حتى تولي تكور وتجمع ليا في يدي بهذا الشكل هذا. غنحاول نديرهم كويرات قد الا عندك الميزان يكون احسن باش ديريهم قادين. ما عندكش الميزان عينك ميزانك. هادشي اللي غندير حتى انا. غنكورهم حتى نكمل الكميه ديالي كامله باش نرجعو نخدمو في الورقه ديالنا. ممكن تخدموا بورقه البسطيله ولا متوفره. بصراحه كلشي ولا كيخدم بورقه الفيلو دابا، هي اللي ولات بصراحه معاونه الناس كاملين. خصوصا حنا ملي ما نمشي في المغرب فما كنلقاوش ورقه البسطيله دائما. كاين اللي كتصدقلو كاين اللي ما كتصدقلوش على حسب. انا بصراحه ورقه الفيلو ولات كتعاونني في كل شيء، بريوات في البسطيله في كل شيء، غير هي خاصك تدهنيها. انا بالنسبه لي كيف ما قلت لكم هاي ورقه الفيلو. غناخذ منها الكميه اللي غنخدم بها وغنلفها نعاود نغطيها بواحد الفوطه ديال المطبخ تكون نقيه. غطيها مزيان ضروري 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 لانها كتنشف سريع بالزربه. فكيف ما شفتوا معايا غناخذ ورقه غندهنها بالزبده، تكون عندك الزبده مذوبه غندهنها مزيان بالزبده. ضروري انك تدهني. ممكن الزبده ما عرفتش، انا عمري ما جربت الزيت صراحه، ديما كندير الزبده او السمنه ديال هنا ديال مصر. فانا كنخدم الزبده اكثر من السمنه. فكدهنيها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا الورقه كامله. كديريهم بحال شكل كديتنيه كتشكشكشيها كيف ما تنقولوا، او كديريها بشكل بليات كيف ما كنشوفوا بهذه الطريقه هذه. انا هنايا في الاول مسرع الفيديو، من بعد يعني وقفت الفيديو غادي نقاد عادي، يعني في الوقت ديالو العادي باش تشوفوا الطريقه. فكنحاول نجمعها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، شكل بليات حتى الاخر ديال الورقه كيف ما كتشوفوا معانا. انا حاولت هنا نقرب لكم الفيديو باش تشوفوا عن قرب. فغنبدا ناخذ الكويره ديالي، ممكن ديروها اصغر من هكا ماشي مشكل. انا حاولت نديرهم كبار شويه باش يكون شكل وتكون فيهم الماكله، يعني اللي غياكل وحده ما يعاودش. هي اصلا كتقهم يعني من كتر محلاوتها والله العظيم كتقهم، يعني وحده ولا جوج ما كتقديش تزيدي الثالثه. المهم علينا كتحطي وحده هكا وحده كتبعديهم غير شويه على بعض كتهزي ديك الطريف الاخراني الاول اللي حنا بدينا به التنيات. كنجيب الطريف اللي من جهه الاخرى مقابل معها حتى هو كنغطي به كيف ما كتشوفوا معايا. معليش انا كيف ما قلت لكم ما مسرعش الفيديو.
فقط بحال هكا، وكنبدا نضغط من النص لان الورقه فيها الزبده، فكاين فوا كتضغطي عليها كتلصق من النص. غنحاول نديرها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. ملي تبتيها مزيان غنحاولوا ان احنا نقطعوهم بالموس باللي عندك بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. فغنقطعهم بالسكين. السكين لازم يكون يعني ماضي شويه باش ما يمحنكش. نقطعهم بهذا الشكل هذا ونثبتوهم مزيان. نعاود نثبتوهم مزيان من الجنيبات، وكنقلبوا هذيك المعسله كنقلبوها على الظهر ديالنا. الشكل ديالها الاساسي هو التحتاني، هو اللي غيولي الفوق، باش كيجي داك الشكل ديال البليات او التنيات كيجي باين من الفوق بهذا الشكل هذا. شفتوا كي كتجي غزاله تبارك الله كتحمق. نفس الطريقه غنديروها الاخرى بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ونقلبها للجهه الاخرى، نقاد دوك التنيات اللي حنا ديجا درناهم ونضغط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه الاخرى حتى نكملوا اللي حنا خدمناهم دابا. جربوها غتعجبكم بزاف صراحه. ممكن كيف ما قلنا انك تعمري الحشوه باللي بغيتي. هنا عندي صينيه او لاطه ديال الفرن اللي كتدخل الفرن، كدهنيها بالزبده مزيان، وكنبداو نستفوا هذوك المعسلات ديالنا. صراحه هاد المعسلات ما كيتقلاوش، عمري قليتهم وكندخلهم الفران ما كيتقلاوش في الزيت لانه ممكن تحليك، لانها ماشي بريوه اللي غتقدري تحكمي فيها انها كتسد داكشي. فهنا كديريهم بهذا الشكل هذا اللي كيكونوا مايلين الجناب باش كتجي الشكل ديال الصينيه او ديال اللاطه كيجي مقاد. ويستحسن انها تكون الصينيه دايره او اللاطه تكون دايره، كيكون حتى الشكل ديالهم مزيون. فهنا غادي ناخذ ورقه اخرى ونخدم بنفس الطريقه باش نشوفوا معايا الطريقه المره الثانيه. هنا سرعت الفيديو باش ما نحسوش بالملل بطبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا كنجمعوها بحال هكا كنكشكشوها او شكل بليات كيف ما تنقولوا بالدارجه المغربيه بهذا الشكل هذا. ونحطوا 4 يكونوا مباعدين على بعضياتهم واحد شويه، ونجمعوا الطرف القدامي كنغطيو به او العكس صحيح، الجهه اللي اللون نديروها هكا قدام ومن بعد نغطيو بالجهه الاخرى. كنضغطوا من النص مزيان لان هي مدهونه بالزبده كيف ما قلنا. كيف كتضغطي عليها كتجمع كتقطعي بالسكين كل وحده. يعني هي سهله جدا صراحه، يعني كيف عوض ما كتخدمي وحده في شي شكل اخر كديري هنا تخرج 4 وكتخرج كميه ما شاء الله غزال. كنضغطو كنقلبو نديرو الطبقه اللي لتحت او الشكل التحتاني هو اللي كيجي من الفوق بهذا الشكل هذا. وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معنا. كتجي غزاله في الشكل وفي المنظر صراحه الله. جربوها ما غاديش تندموا عليها. وبالنسبه تقدميها للضياف كتجي غزاله صراحه شكلا ومذاقا، يعني كتحمر الوجه. غنكمل الكميه ديال كامله ونرجع لكم. من بعد ما كملت الكميه كامله هنا في هذه اللحظه انا كنسخن الفران على الفران ديال الضوء على 220 يكون سخون مزيان. من بعد ملي كتدخليها كتنزلي درجه الحراره ل 180 الحراره عفوا. غندهنها بالزبده مزيان كيف ما كتشوفوا معايا كامله ضروري. كتغطيها مزيان بالزبده باش كتجي محمره ومقرمشه من الفوق. ولا الفرن ديال الغاز كتسخنيه مزيان حتى كيحماك بحال غطيه بالخبز، وكتنقصي البوطه. من بعد كندخلوها الفران ونتلاقاو من بعد ما نخرجوها. من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا معايا كتجي بهذا الشكل الجميل الغزال كيحمق. هنا انا درت العسل، درت العسل ثقيل اللي هو داك الشربات كيكون ثقيل بحال الشربات ديال الكنافه، ماشي شربات البسبوسه لان شربات البسبوسه كيكون خفيف. فكان نسقيها كامله مزيان باش تشرب داك العسل ديالنا اللي حنا درناه. درت 2 كيسان ديال سنيده مع كاس ديال نص كاس ديال الماء، ما درتش كاس كامل باش كيجيني بهذا الشكل وبهذا اللون هذا كيجي بحال العسل ديالنا اللي كنديروا به الشباكيه. كنسقيها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى تشرب ليا داك العسل كامل. فكنغطيها بصينيه كبر منها، نعكس الصينيه
ونرجعها الفران وهو مازال سخون باش كتعطي ديك التعليكه وكتشرب مزيان داك العسل ديالها. من بعد غندخلها عاود الفران ونرجع نتلاقى بكم من بعد ما نخرجها في الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي ديالها كيف ما شفنا، كتجي غزاله، كتجي محمقه صراحه، كتحمق لذة وشكل وكل شيء، كتجي غزاله بزاف. كنصحكم انكم تجربوها. غنوريكم وحيده كيفاش كتجي الشكل ديالها من الفوق ومن التحت وشبعانه داك العسل ما نعاودش ليكم. كتجي مقرمشه ملي كتضغطي عليها بحال هكا كتقرمش مقرمله كيف ما تنقولوا بالمغربيه. جربوها ما تندموش على صراحه، غزاله بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والبارطاج مع اصحابكم. كل عام وانتم بالف خير وبالصحه والسلامه والتيسير يا ربي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.